بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال دايما كده يا رب. عايزة أقول لكم النهاردة إن شاء الله هنعمل حاجة بسيطة كده، أكلة بسيطة. بس قبل ما ابتدي في اللي أنا هعمله، بشكر كل الناس الطيبة، العيلة الكبيرة بتاعتي، اللي هم انتوا اللي بتدخلوا عندي وبتكلموني، وبشكر كل واحد بيقول لي كلمة طيبة. ربنا يجازيكم خير يا رب ويجبر بخاطركم. انا والله العظيم زي ما قلت لكم قبل كده، انا ببقى مجهزة الكلام وببقى عارفة هقول ايه، بس لما بطلع الكلام كله بيتمسح، مش عارفة. مش عارفة، ببقى عايزة اتكلم، مش بنسى كل حاجة يعني. معلش، هو يعني طلب غلس يعني. فضلا وليس امرا طبعا. عايزاكم تشوفوا لي الفيديو بتاعي للاخر. والاعلانات والنبي بالله عليكم، انا كل الفيديوهات بتاعتي والله العظيم اخر الفيديوهين دول مش متشافين خالص. من ساعه ما فعلت القناه بتاعتي وانا المشاهدات بتاعتي مش حلوه، يعني مش عارفه ليه. انا نفسي ان انا اكبر من القناه بتاعتي، نفسي امسك الربح بتاعي كده بايدي وهوريهولكم. بس انا نفسي والله. دلوقتي احنا اوريكم، انا مجهزه كل حاجه عشان ما اطولش عليكم، علشان تشوفوا لي اللي انا بعمله. بصوا، انا النهارده هعمل صينيه سمك بالبطاطس، حبشه بقى وتحبيشات ايه جميله. بصوا، انا مجهزه طبعا البطاطس اهي، وادي التحابيش بتاعتها. ده بصل طرنشات وطماطم وليمون من تحت، تمام. هنا ده بقدونس وشبت، لازم الشبت عشان الريحه. وده السمك، ده السمك اللي هو المتلج يعني، زي ما انتم شايفينه كده. ده السمك المتلج العادي بتاعنا ده، ماشي. وطبعا هنا التوم انا دجيته علشان خاطر ما اطولش عليكم، بس انا لسه ما حطيتلوش لا ملح ولا حاجه، هحط ملح. انا طبعا جهزت كل حاجه علشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو وتشوفوه. طبعا انا قلت ايه، اجهز التوم لان انا بتعب عبال ما بدوبه. التوم القديم ده بيبقى تحس ان هو مجلد كده، فطبعا لازم ادوبه كويس علشان خاطر ما يبقاش صاحي كده في الاكل. طبعا زي ما انتم شايفينه كده اهو. بصوا، حط بقى كمون لان الكمون بيديله ريحه طبعا، والسمك احنا عارفينه، السمك يعني كمون، السمك كمون وليمون. طبعا انا بجلبه في بعضيه لان انا دجيه كده كده، انا دجيه. في ناس بقى بتعمله في الكبه بيبقى اسهل. ان شاء الله ربنا يكرمني واجيب كبه باذن الله. ده طبعا، بصوا انا طبعا مش هحط ليمون هنا. ليه بقى؟ عشان خاطر الليمون انا مقطعاه طرنشات. انا جايه لكم ثواني، بس انا بحب اغسل الحاجات اول باول ورايا علشان ما اسيبش حاجه في الحوض يعني. ما بحبش الكركه بقى، انا بحب اسيب ايه، ما بسيبش حاجه في الحوض يعني اهي. بصوا، طبعا انا هجسم التومات دول. بصوا العجينه اهي، بصوا ناعمه. هجسم العجينه ديت بين البطاطس والسمك والخلطه اللي انا عاملاها. طبعا انا ايه، هقلبها حلو خالص في ده.
عشان الكل ياخد الريحه والطعم يعني. هي فصين بس منها بس كده علشان تعمل ريحه يعني. وطبعا انا هرش على البطاطس ديت رشه ملح بسيطه علشان خاطر تبقى محيجه يعني، فاهمين؟ انا بقى ايه غسله السمك ومجهزاه، بصوا زي الفل من جوه، بصوا زي الفل. بصوا طبعا انا غسلته برضو عشان خاطر ما اخدش وقت معاكم. بصوا ما شاء الله. هحط فيه، هحط ايه كده، دول هنحطهم على الخلطه اللي انا عاملاها. برضك انا رش عليه رشه ملح علشان يبقى محيك حلو يعني. بصوا علشان اخف شويه من الحاجات دي احط كده عايزاكم تشوفوا معايا. جميله. طبعا كل واحد وليه طريقه، كل شيخ وليه طريقه. بشكر كل حد بيدخل يقول لي طريقه بطريقته، بس ايه انا عندي العيال عندي هنا مش يعني الحاجه اللي بعملها لو في حاجه تاني زيها ومجربه ليها مش هياكلوها، مش هيحبوها، عشان هما متعودين على ده. انا بشكر حبيبتي ناهد اللي بتقول لي على وصفات حلوه برضو. اخر مره كانت جايه لي على وصفه للمسجعه عاملها ني في ني. طبعا محدش هياكلها عندي ني في ني، لان احنا واخدين على ان احنا نجلي البتنجان العروس. بصوا احط ده كده ارص رص الطماطم. طبعا البصل الباقي دوت عشان اغطي بيه ايه السمك. من السمك هحطه على الوش علشان ينزل البهاريز بتاعته على البطاطس ديت وتستوي طبعا. بصوا طلع الليمون اللي من تحت ده. بصوا انا عامله ليمون من تحت شرايح، مقطعاه شرايح كده. بصوا كده. وهخلي ايه علشان خاطر احط بقى باقي اللي في النار هنا. طبعا برضك ايه هقلبهم في بعض كده زي ما انتم شايفين.
الاكله دي يا حبايبي جميله وتحفه وجميله جميله جميله يعني. لو جربتوها بتوكل على فكره، وبتقعد ليومين مثلا. انا عامله حسابي ان هي تقعد ليومين عشان ما اجيش بكره اقول ايه ناكل ايه. طبعا ده مغسول ومجهزاه، شبت على بقدونس. ارش رشه هنا كده. تمام. ارش رشه من الزيت على دوه، وبعد كده هرش على وش السمك كده، وعشان كمان ما تلزقش في الطاسه. الكلام ده ما يلزقش في الطاسه طبعا. كده رشيت رشه. نجيب السمك بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجه بقى الجميله ان لقيت فيه بطروخ، اوريهولكوا دلوقتي شكل ايه. هنوزعهم كده، نوزعهم. مش هنلزقوا ايه مش هنلزقوا على حرف الطاسه الصينيه. بصوا اوريكم البطروخ ما شاء الله. انا والشيف اللي هياكل. بصوا ده البطروخ اللي طلع مني. بطروخ. بصوا طبعا السمك دوت انا غسلاه ومنضفاه ورشه بردك عليه ملح وليمون برشه صغيره كده علشان الاكل يبقى ايه مظبوط، ما يبقاش دلع. هحط طبعا البطروخ ده كده على الوش. ارش ايه بقى، هعمل ايه بقى. احط الطماطم على وش السمك والبصل الباجي. الطماطم دي بقى بتبقى طالعه من الفرن، بتبقى ايه على الوش كده مشويه، زي المشويه كده جميله. كل البطاطس طبعا اللي من تحت دي بقى بتاخد البهاريز بتاعه السمك، جميله. الليمون بقى هحطه كده على الوش برضو. الليمون ده يا حبايبي الشرايح دي بتبقى جميله في الاكل. القشر ده كمان بيتاكل لما بيبقى مستوي، جميل. ومنه كمان عشان البرد يعني بصوا في كذا فايده. بصوا
عايزه اقول لكم الريحه بتاعت التتبيله تحفه. طبعا انا زي ما انتم عارفين ان انا ما بخليش مواعين بصها حلو كده عشان تستوي براحتها. حاول ان انا اوزع ده كده اهو. الليمون ده كمان جميل جميل جميل. يعني نجيب بقى ده كده نحطه على الوش كده. انت يا زفت الواد ضريبه، الواد ضريبه خيلني خليني قاعده ويطلع على كتفي ويقعد. خلاص الملح كده هنشيله، رشه تاني من فوق كده على السمك علشان الوش يتحمر حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كانت صينيه السمك بتاعتنا النهارده. بصوا دي كانت صينيه السمك بتاعتنا النهارده. طبعا انا هحط عليها يعني كوبايه ميه او كوبايتين وهوطي عليها علشان كمان البطاطس تستوي. وهغطيها طبعا، عارفين لو عندي ورق فويل كمان هغطي الصينيه وتستوي براحتها، بس طبعا انا هغطيها بالغطا بتاع الحله. هو هيبقى في النص بس هيدي مصلحه يعني. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. بصوا طبعا بألف هنا وشفا للي هياكل، وربنا يحسن ما بين ايديكم ويخليكم يا رب ويجبر بخاطركم. انا طبعا هولع النار اللي في النص. زي ما انتم شايفينها كده هوطي عليها، احط الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اغطيها بالغطا ده. لا ده صغير بس هعمل ايه، هغطيها برضو بيه. بصوا هو مش محوك فيها بس ايه يعني حاجه تغطيها وخلاص، اللي بها اللي هي تستوي يعني. انا عايزه اوريكم بس اهو. بصوا هي مش مالكه الصينيه كلها. طبعا انا كان ممكن احطها في الصينيه المدوره، بس الصينيه المدوره صغيره ما عنديش صواني كبيره مدوره، بس حطيتها في الصينيه ديت كده. يا حبايبي اكون جيت لنهايه الفيديو معاكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب ويخليكم ويجبر بخاطركم. وانا بشكر الناس اللي هتدخل وتشاهد لي الفيديو للاخر، والاعلانات بالله عليكم علشان الاعلان دوت هو اللي فيه الربح. انا نفسي اقبض بالرزق الحلال، انا فاتحه القناه عشان كده. ربنا يخليكم ليا يا رب، وانا مش هبقى حاجه غير بيكم انتم عيلتي الكبيره. ربنا يخليكم يا رب. و
شاهدوا لي الفيديو للاخر برضه. ما تنسوش اللايكات عشان خاطر يعني الفيديو بتاعي يتشير والناس كلها تشوفه. وانا والله العظيم تاني والله انا كلامي صدق، لو ادخل وشوف الفيديوهات بتاعتي هتلاقي المشاهدات قليله خالص. السهم المفروض السهم يبقى يعني وشه لفوق كده، الاسهم بيبقى وشه لتحت، ولا متشاف ولا مسموع. ليه الناس بتدخل تبص كده وتمشي، ما بتكملش لا فيديو ولا بتشوف اعلان بتعمل تخطي. بالله عليكم محدش يدوس لي تخطي، بالله عليكم بالله عليكم. اللي بيحبني فعلا وعايزني اكسب بالحلال ما يدوسليش على تخطي ولا حاجه. وانا لحد كده اقول لكم انا بشكركم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد، واقول لكم مع السلامه.